كرة القدم بتعتبر أشهر رياضة في العالم. لعبة بتلعبها في بلاي ستيشن أو حتى تلعبها في ملعب خماسي، وتحب إنك تتفرج عليها ودايما بتتفاعل معاها. طب تفتكر ليه كرة القدم هي أشهر رياضة في العالم؟ تعال نتكلم عن كل ده، بس ما تنساش تعمل لايك وفولو سبسكرايب. البساطة وسهولة الوصول. كرة القدم بتتطلب معدات قليلة جدا، انت بس عايز كورة ومكان للعب، وده اللي بيخليها رياضة سهلة المنال للجميع بغض النظر عن العمر أو المكان أو حتى الظروف الاقتصادية. التاريخ والتقاليد. كرة القدم ليها تاريخ طويل، وفي كل التاريخ ده أصبحت جزء من الثقافة والتراث في العديد من البلدان، وده اللي بيخليها أكثر شيوعا وانتشارا. الدور العالمي. كرة القدم بتحظى بشعبية كبيرة من جميع القارات. بطولات زي كأس العالم والدوريات الأوروبية بتجمع المشجعين من جميع أنحاء العالم، وده بيعزز من شعبيتها. القدرة على إثارة المشاعر. كرة القدم مليئة بالإثارة والتشويق. المباريات بتكون مليئة بالحماس والتحولات المفاجئة والأهداف الجميلة، وده بيخلي المشجعين بيتفاعلوا مع المباراة بشكل عاطفي كبير. وطبعا التغطية الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي ليها دور كبير في تعزيز شعبية كرة القدم من خلال التغطية المستمرة للأحداث والمباريات والتحليلات الرياضية. كل دي عوامل خلت كرة القدم تتصدر قائمة الرياضات الأكثر شعبية في العالم. وبالرغم من كل ده، وبرغم كون كرة القدم لعبة ممتعة وبسيطة جدا ومناسبة لجميع الأعمار، إلا إن في آخر كام سنة وبعد دخول الاستثمارات وأندية الشركات وهبوط الأندية الجماهيرية، للأسف اللعبة بواخر. وانا هنا بتكلم بالاخص عن الدوري المصري مش اكتر، لان بره بالاخص في الدوري الانجليزي والليجا عندك انديه جماهيريه كتيره واقفه على رجلها لحد دلوقتي وليها مشجعين، وده عكس الدوري المصري اللي مقتصر فقط على الاهلي والزمالك. ومع عدم الاهتمام بالاكاديميات ومراكز الشباب والنظر فقط للجانب المادي واللي معاه فلوس هو اللي هيلعب، اصبح الدوري المصري ضعيف، وده طبعا انعكس على منتخب مصر للشباب وحتى المنتخب الكبير، وكلنا شفنا الكلام ده. وفي الاخر حابب اقول كرة القدم للجميع عبارة فضلت وهتفضل في كل عقل مشجع ومحب لكرة القدم، وبرغم كل الصعوبات والتحديات اللي بنواجهها إلا إننا ما زلنا بنحب الكورة. بنحبها كبلاي ستيشن، وبنحبها كحجز مع صحابنا، وبنحبها حتى في إن إحنا نتفرج عليها. وهي لعبة بتقرب الشعوب من بعضها وبتزيد الكونكشن بين الأفراد، فبالتالي هي لعبة ممتعة. وبس كده، أتمنى يكون الفيديو عجبك، وما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب، وتستنى الحلقات اللي جاية. أشوفك فيديوهات تانية قريب. سلام.